ما تخليش اللعيبه اللي جايه من بره الدوري الانجليزي تخدعك بادائها الحلو في مطوشه البري سيزون، يلبسك في الاخر في الفانتزي وما يكونش كويس. فاستنى اول حاجه هات اللعيبه الاساسيه اللي احنا بنجيبها او اللي بنجيبها كل موسم، اللعيبه العاديه، وبعد كده ممكن تبدا تجيب اللعيبه الجديده. الحلقه الاخيره في حلقات سلسله فانتزي في البري سيزون، والحلقه دي هنتكلم عن خط الهجوم بالكامل. بس قبل ما اتكلم عن مين ممكن نجيبه في خط الهجوم، حابب اقول حاجه معينه او نصيحه واحده. ما تخليش اللعيبه اللي جايه من بره الدوري الانجليزي تخدعك بادائها الحلو في مطوشه البري سيزون، يلبسك في الاخر في الفانتزي وما يكونش كويس. فاستنى اول حاجه هات اللعيبه الاساسيه اللي احنا بنجيبها او اللي بنجيبها كل موسم، اللعيبه العاديه، وبعد كده ممكن تبدا تجيب اللعيبه الجديده. الهجوم بيبدا من اول 4.5 لحد 14. طب في 4.5 هتلاقي ارشر من استون فيلا، لعيب دكه، احسن واحد هتلاقيه في الفئه السعريه دي. 4.5 رقم قليل جدا ومش هتلاقي احسن منه، فممكن تيجي وتحطه دكه عندك يعني. في 5 هتلاقي لاعب ديابلو من لوتون تاون، لعيب كويس، المهاجم الثاني مش الاساسي الاول. عامه اللعيب الاساسي الاول بتاعهم لعيب كويس وفعلا ممكن تجيبه في فانتزي وهيعمل اداء كويس، هقول لك عليه لما يجي الفئه السعريه بتاعته. لكن ديابلو برده اختيار كويس، لاعب رخيص ب5 ممكن تحطه دكه وهتضمن ان هو هيلعب دقايق كتير مع لوتون تاون اللي ما عندهمش مهاجمين كتير. في 5 هتلاقي اختيار كويس وهو فينيسيوس مهاجم بتاع فولهام. 5.5 هتلاقي موريس وهو ده المهاجم الاساسي في لوتون تاون، واللعيب ده فعلا كويس. اللعيب ده الموسم اللي فات جاب 20 جون و7 اسيست، مساهم ب 27 جون في الشامبيونشيب. اللعيب ده ممكن يكون موجود في تشكيلتك في الوقت اللي هتلاقي فيه لوتون عنده مطوشه سهله كتير، ممكن تجيبه وتلعبه اساسي في التشكيله بتاعتك، هيبقى اختيار كويس ومش هتلاقي ناس كتير جايباه. 5.5 برضه هتلاقي اللعيب المعار من مانشستر يونايتد ليبرلي في غورست، لسه مش عارفين هيعمل ايه. لاعب كان بيلعب مع مانشستر يونايتد ما كانش بيجيب اي جوان، لكن ممكن لما يروح بيرلي فريق لسه طالع من تحت ممكن يقدم معاهم اداء كويس، خصوصا ان بيرلي اصلا معروفه باللعيبه الطويله، يعني اللعيبه اللي بتلعب على الكورنرات وبتدافع. طبعا الاداء ده اتغير من بعد ما كومباني يمسكهم، لكن هو ده برضو يعني زي ما نقول كده بيجري في دم النادي. فخلينا نشوف هيعمل ايه. معاك 5.5 ما تجيبوش دلوقتي. انت عندك لاعبين، عندك فيرجسون وويلبك مهاجمين بتاع برايتون. ويلبك هو المهاجم الاساسي، لكن ويلبك عنده مشكله وحيده ان هو بيتصاب كتير، فويلبك وانس ان هو يتصاب فيرجسون هيبقى اختيار كويس. فلسه مش عارفين ديزيربي هيلعب بمين. عامه انا حابب لعيبه جدا برايتون في الفانتزي يعني، فايا كان ويلبك او فيرجسون هيبقى اختيارات كويسه. فيرجسون عامه لعيب كويس، لكن ويلبك هو الاساسي، اتصاب ابدا هات فيرجسون. الفئه عندك كيرفرت وين. لو فاكر كيرفرت وين برضه في الفانتزي من سنتين 3 كان عامل ازاي مع ايفرتون، كان اختيار كويس جدا، لكن من ساعتها هو بيتصاب كتير وما بيلعبش اساسي. حتى بعد ما ريتشارلسون مشي قلنا بقى هيبدا هو يبدع لوحده، لكن ما عملش كده. فكيرفرت وين مش احسن اختيار، ما تجيبوش. 6.5 عندنا لاعب كويس هو الفارز. الفارز مع مانشستر سيتي لعب في كاس الدرع الخيري، كان لاعب اساسي. الفارز بعد ما محرز مشي وبعد الاداء السيء اللي بيقدمه فودن لحد دلوقتي واصابات كتير بتاع دي بروين، ممكن يلعب مهاجم تاني تحت هالاند، وعملها كتير في الدوري الانجليزي الموسم اللي فات وفي الكاس وكان كويس. ما نعرفش بيب جوارديولا هيلعب ازاي مع مانشستر سيتي الموسم الجاي، لكن لو هيلعب اساسي لازم تجيبه. 6.5 ولعب كويس وبيجيب اجوان. طبعا عندنا جاكسون من تشيلسي، وجاكسون زي ما قلت لاعب جاي لسه جاي اول موسم، قدم بري سيزون كويس، لكن ده ما يخلكش تروح تشتريه. اول ماتش اصلا عنده ليفربول، ونكونكو كمان اللي كان بيسند عليه اتصاب، فما تجيبش جاكسون دلوقتي. خلينا نشوف اول شهر ده يعدي على تشيلسي عامل ازاي. لو ادائهم كويس وبدا اللاعب فعلا يتالق ممكن ساعتها تجيبه، هيبقى اختيار كويس، بس دلوقتي ما تجيبوش. 7.5 عندك ايزاك في نيوكاسل، لاعب كويس، لكن مشكلته الوحيده ان هو دكه لويلسون. ويلسون هو اللاعب الاساسي في كل الاحوال، ويلسون بيكون هو الاساسي وايزاك بيكون دكه. ساعات بيلعبوا مع بعض لكن مش كتير. لكن انت عندك سام ماكسيمان مشي الموسم اللي فات، كان متصاب كتير، والموسم ده خلاص مشي راح السعوديه، فايزاك ممكن يبقى عنده فرصه اكتر في المشاركه. ايزاك لعيب كويس، لكن الاساسي عليه هو ويلسون. طبعا النص عندنا لاعبين من ليفربول، عندنا جاكبو ونونيز. مين هيلعب اساسي ما نعرفش لحد دلوقتي، لسه مش واضح كلوب هيعمل ايه الموسم الجاي. اول ماتش اصلا تشيلسي، فما نجيبش حد من الاثنين لان الفريقين لسه هيخبطوا في بعض. ما اعرفش فعلا مين هيلعب، يا جاكبو يا نونيز، ممكن يلعب بالاثنين، فلسه مش واضح قوي مين اللي هيكون اساسي الموسم الجاي في ليفربول. ابعد عنهم هما الاثنين دلوقتي. 8 عندك واتكنز مهاجم كويس، لكن لعيب مزاجي. لعيب ممكن يقدم لك 3-4 ماتشات حلوين ويجيب لك نقط كتير ويجيب لك جول كتير، بعد كده يختفي 3-4 ماتشات تانيين. فهو غالي، لعيب ب8، لعيب مش رخيص، فهو مش احسن اختيار. هو الموسم اللي فات كان بيجيب نقط كتير، لكن هو دلوقتي مش احسن اختيار. خلينا بس الاول نشوف الفريق هيعمل ايه، وبعد كده لو كويس ممكن تجيبه، بس دلوقتي ما تجيبوش. 8 زي ما قلنا ويلسون هو الاساسي بتاع نيوكاسل. ويلسون مهاجم كويس، نيوكاسل فريق قوي، دفاعيا قوي وهجوميا قوي،
فويلسون اختيار كويس. احسن منهم هما الاثنين بقى بنفس السعر 8 هو خيسوس، لكن خيسوس دلوقتي مصاب مش هيبدا بدايه الموسم. فخيسوس وانس ان هو بيرجع من الاصابه، طبعا فاكرين الموسم اللي فات في بدايه الموسم كان عامل اداء كويس جدا وجاب اجوان ونقط كتير جدا، اتصاب فتره ورجع برضو اداؤه اتحسن تاني. فخيسوس احسن من واتكنز واحسن من ويلسون، لكن هو دلوقتي مصاب، يرجع من الاصابه تقدر تجيبه. 12 ونص طبعا عندنا الكبير هاري كين. هاري كين لعيب فانتزي صرف شوال نقط، لكن هاري كين اخبار كتير قوي بتقول ان هو رايح البايرن ميونخ، ف3 4 ايام الجايين دول لو هاري كين ما مشيش زي ما قلت قبل كده لازم في الهجوم يبقى عندك واحد من هاري كين او هالاند. فهاري كين هنستنى لحد ما نشوف الاخبار بتاعته عامله ازاي. قعد هيبقى تحتيه سون وهيبقى تحتيه ماديسون، فهاري كين مش محتاجين نتكلم عليه. طبعا اللاعب الاغلى 14 وهو هالاند. هالاند طبعا اكتر لاعب في الموسم اللي فات في الفانتزي جاب نقط وكان هداف الدوري، فهالاند زي ما قلت واحد من هاري كين او هالاند لازم يكون موجودين في تشكيلتك. ما يغركش الاداء بتاعه في ماتش كاس الدرع الخيري اللي كان من 3 4 ايام، نفس الكلام السنه اللي فاتت قدام ليفربول برضو لما خسروا الكاس ده كل الناس قاعده تتريق على هالاند وقعدوا يمجدوا قوي في نونيز، شفنا اللي حصل في بقيه الموسم. ففكك من الماتش ده، هالاند لازم يكون موجود اساسي في تشكيلتك هو او هاري كين. كده اتكلمنا عن كل المراكز، عن الحراسه والدفاع ونص الملعب والهجوم. ان شاء الله الدوري يبدا وبعد الجوله الاولى ممكن نشوف مين اللعيبه اللي اتألقت مع بعض، وممكن كده مع بعض نكتشف مين اللعيبه اللي ممكن نجيبها الفتره الجايه وهتبقى رخيصه والناس كتير مش شاريينها. وبس كده.